السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال. دي كده معانا اول تفريزات بتاعت رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعيدوا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا يبلغنا رمضان جميعا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. دي كده المقدمة بتاعتنا القمر. انا بقى عامله الفيديو ده بس عشان اشكر ماما حبيبه قلبي، يا رب يبارك لي في عمرك يا روح قلبي. بجد يا ماما مهما اتكلم عنك والله العظيم ما اعرف اوفيلك ربع اللي بتعمليه معايا بجد، ولا اي حاجه في الدنيا تكفي اصلا. يا جماعه ماما ربنا يبارك لي في عمرها، هي اللي عملت لي البسله. قالت لي امبارح يلا بعتي جوزك عشان تاخديها وتعينيها عشان لو فضلت هتزرع. فانا بقى بحسب ايه، قالت لي ان انا فرضتها لك، يعني اللهم بارك. دول كده ممكن يعني ايه هحتاج كمان، يعني ممكن تجيب لي كمان او ممكن دول يكفوني الله اعلم. هي اصلا على طول كانت متعوده تعمل لي البسله تفرضها لوحدها وتقطع لي الجزر برضو لوحده. انا بقى يا جماعه كنت شايله الهم وحامله الهم وان انا هدخل لسه اقعد. هي قالت لي ان انا مفرضاها لك، فانا كنت بقى حامله هم ان انا ايه، كسل نقول ايه في الكسل. ان انا حامله هم ان انا لسه هدخل بقى اقعد اعبيهم على قد الطبخات يعني في اكياس وكده. فداخله واتفاجئت بقى اذ وايه، وابص لقيت البسله اللهم بارك ماما حبيبتي عاملاها مجهزاها يا رب على ايه، على ان هي تتعان في الفريزر بس. فبجد والله يا ماما ما عارفه اقولك ايه، مبسوطه جدا 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 والله العظيم. يعني بصي على تعبك معايا يعني، ولا اي حاجه في الدنيا بجد توفي جمايلك. مش قادره اقول جمال لان مفيش بين الام وبنتها جمال. انا بنت وحيده يا جماعه على ولدين، ربنا يبارك لي في اخواتي يا رب ويفرحك بيهم يا ماما، ويبارك لي في عمرك انتي وبابا، ويجعلكم دايما كده الخير كله عندكم. بجد من غيرك والله ما ولا انا ولا اي حاجه. كل حاجه حلوه في الدنيا بتجيلي منك انتي حبيبتي حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك يا رب. بجد والله يا جماعه فعلا مش شايلاني هم حاجه خالص من يوم ما اتجوزت. ما شاء الله عليك يا ماما حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك ويديكي الصحه يا رب. على قد تعبها وهي كانت تعبانه جدا وبرده ما استخسرتش صحتها اللي هي حبيبتي، ما هيش قادره، بس بجد ما استخسرتش حاجه فيا وجهزت لي الحاجه. يعني بصوا دايما كنت متهنيه في بيت بابا اللهم بارك، ربنا يبارك لي في عمرهم يا رب. والحمد لله برضو مهنياني وانا في بيت جوزي. حبيبتي يا ماما مش شايلين هم اي حاجه. بصي انا قعدت اتكلم عنك كتير خالص خالص، مش هوي في حقك. فيا حبيبتي يا رب يبارك لي في عمرك وتسلم ايدك يا حبيبتي على كل حاجه حلوه بتعمليها لي. ويا جماعه بجد كل اللي مامته عايشه بجد والله مش يعني، بصوا انا لو اخدمك يا ماما، لو طول اخدمك بنور عينيا كده اعملها، بس يعني الله المستعان ربنا يعيني. انتي اللي خيرك سابق في كل حاجه والله، سباقه معايا بكل حاجه حلوه. فلو امهاتكم عايشين بجد والله ما تستخسروش فيهم صحتكم لو انتوا قادرين. ده سفيان، دي السفيان يا جماعه. بس عليكم يلا قول لهم باي. باي يا حلوين. بيعمل لكم باي كده. إيه، فنرجع لموضوعنا عن الامهات. بجد والله لو انتوا قادرين، إيه بجد بروهم على قد ما تقدروا، ما تستخسروش فيهم صحتكم. ربنا يبارك في اعمار امهات كل اللي عايشين يا رب، ويرحم كل الامهات المتوفيين، ويصبر قلوبكم يا حبايبي على كل عزيز وغالي فقدتوه. مفيش احسن من الاب والام ولا اغلى منهم. فربنا يرحم كل من فقد عزيز على قلبه يا رب. ويبارك لي في عمرك يا ماما وتسلم ايدك يا روح قلبي. دي كده تفريزات، اول تفريزات رمضان معانا. فانا حبيت اشارك معاكم اللحظه الحلوه دي على قد ما هي بالنسبه لي. ماما بتعمل معايا حاجات كتير جدا، بس على قد فرحتي دلوقتي ان انا دخلت بقى عارفين وعامله حسابي ان انا لسه هشتغل وهعمل وعبي وكده، لقيت الحاجه جاهزه وخلاص هتتعمل. فبس الفيديو ده يا ماما شكري ليكي يا روح قلبي، وده ولا اي حاجه والله. بس حبيت اقول لك كلمتين حلوين امارات زيك كده يا روح قلبي، يا ست الكل يا ست الناس كلهم. ومهما اتكلم مش هو في حقك، انتي عارفه انتي عندي ايه. وبس كده يا حبيبتي، يعني مش عارفه اقولك ايه يا ماما، ربنا يبارك لي في عمرك يا قلبي. وهنا بقى كنا هنكمل روتين ليلي كده. كنت انا اصلا الفيديوهات دي عندي مسجله عشان احنا اليومين دول تعبانين شويه، انا الولاد عندي تعبانين قوي، ادعوا لهم كده ربنا يشفيهم يا رب، يشفي كل اولادكم مرضانا ومرضى المسلمين. وانا بقى اتعديت منهم تقريبا كده انا وباباهم. فانا اصلا الفيديوهات دي مسجله عندي لان طبعا فتره تعبهم انتوا عارفين ما بتعرفيش تتحركي ولا تعملي حاجه، وانا عندي الصغير كمان سفيان صعب قوي في تعبه.
طول ما هو تعبان زن بقى وعياط، وافضل قاعدة بيه. لو اتحركت كده بيبهدل الدنيا وعياط بقى وصريخ وبهدلة. فحتى وانا بصلي وانا شايلاه. الله المستعان، ربنا يشفي يا رب وكل المسلمين اجمعين. اعذروني بقى على صوتي، انا والله ما قادره خالص. يعني انا اصلا الفيديوهات دي مسجله عندي طبعا لاني ما قدرتش اعمل حاجه، ويا دوب بس عملت فويس اوفر عليها وانا مش قادره. يعني طلعت اتكلم وانا مش قادره اصلا. فهنا بقولكوا بقى ان ده كان روتين ليلي كده. كنا قاعدين وقلنا هنعدل يعني في شويه حاجات كده في البيت، هغير نظام. كنا الاول عملنا هوت شوكليت اللي هو بتاع كادبوري، حلو قوي، ده مشروبي المفضل اصلا، انا بحبه خالص. فعملناه، هو بسيط خالص سهل يعني. بتحطي المج وعليه المسحوق الباودر ده. هو اصلا بيبقى مش عارفه، تقريبا هو محلى يعني. مش بتحطيلوش سكر، بتفضي بس الباودر ده وعليه ميه او حليب، فاحنا بنحبه بالحليب. وهنا كانت في بطاطا كنت بسخنها للولاد في الميكرويف على دقيقة. وبقية الروتين بتاعنا ايه بقى، ان هنغير النظام، ان احنا شلنا الشاشة اللي في الريسبشن ودخلناها في اوضة النوم، عشان طبعا احنا في الشتاء والجو تلج. انا عندي برضو شاشة في الاطفال، كانت كمبيوتر واحنا حولناها يعني تي في بوكس وكده، وحولناها لتلفزيون. بس انا عندي اوضه الاطفال منها على الشارع فسقعه قوي تلج، فاوضه النوم بقى هي اللي دفى. فنقلنا الشاشه في اوضه النوم عشان طبعا فتره الشتاء والسقعه، وكل قعدتنا يعتبر اصلا تحت البطانيه انا والولاد. فجوزي بقى هو اللي تولى الامر ده. كان انا على فكره من الناس اللي ما بتحبش ابدا خربشه في حيطه، دقه مسمار، شنيور، ما بحبش الكلام ده. ما بحبش انا شكل الحاجه تبقى قدام عيني مبهدله. بحب يدوب لو هتعلقي مثلا ساعه، خرم واحد مكان ساعه، ديكور مثلا، تابلوهات كده، انما ما اقعدش بقى اخرم. فانا والله متضايقه ان هو يخرم لي في الحيطه كده. بس خلاص، ما هيبقى ان شاء الله ده مكانها، واحنا هنجيب بقى شاشه كبيره شويه في الريسبشن باذن الله. فقلنا كده كده هي محطوطه في الريسبشن، ملهاش لازمه، محدش بيقعد في الريسبشن غير الضيوف. وطبعا قليل قوي لما تلاقي حد يجي في الشتاء ضيوف، غير يعني لو جايين يزوروا مريض. فانا اصلا جايلي ضيوف بكره ان شاء الله يوم الجمعه عشان يزوروا الولاد وكده، واكيد مش هيقعدوا يتفرجوا على شاشه يعني. ندخل بقى نقعد نكمل بقية قعدتنا في اوضه النوم. فهنا بقى كان هو خلاص الاول عمل حدد بالقلم، وبعد كده خرم حط الستاند ده اللي هيعلق عليه شيشة، وخرم مكانه وظبطه كده، ويعمل بالشنيور وخلاص علق الشاشة. الساعة اللي قدامنا دي بقى اصلا غالية عليا قوي، كانت جايلي هدية وانا مخطوبة. وقعت اتكسرت الحمد لله. كل الازاز بتاعها ده اتكسر، هي نفسها ما اتكسرش، انما الازاز اللي شفيف ده اصلا ازاز، فوقع اتكسر. بعدها بكام يوم، بعد ما علقنا الشاشة بكام يوم، لقيت جوزي يعني بيعدل الريسيفر في مرة، فايده طالت الساعة، وقعت اتكسرت. خير، قدر الله ما شاء فعل، مش اول حاجة تتكسر عندنا. انا ولاد اللهم بارك، ربنا يبارك فيهم ويشفيهم يا رب. الحمد لله كسروا لي انتيكات كتير قوي قوي. الله المستعان. اخرهم كان طبق فاكهة. انا كنت اول فيديو طلع بيه على القناة كان روسين، وكنت بقى فرحانة بطبق الفاكهة بتاعي، وعمالة ماسكة الجلانس وعمالة ألمع فيه وكده، لأنه كان كريستال. كان غالي جدا يعني، الله المستعان، بس يلا خير فداهم. سفيان شدلي المفرش ووقعه اتكسر. المهم ان هنا بوريكم، شفتوا بقى التراب الناعم ده، ربنا يجازيه خير يا رب جوزي، عشان عارف ان انا عندي حساسية جيوب انفية وصدر. هو بقى لما التراب، واحنا انتوا عارفين الواحدة برضو بتبقى موسوسة، ما تقتنعش بكنس حد. انا عدت على الكنس تاني. بس المهم ان هو خلاص، اهم حاجة شلي التراب الناعم ده، اصلا انتوا عارفين بيأذي اللي عندهم حساسية قد ايه. فشالهم يعني، وانا بقى عدت
عشان انا برضو قلت لا مش مرتاحة، لازم احط ايدي في الحاجة كده عشان ايه ضميري يرتاح. ف لميت اهو التراب وهفرش بقى السجادة تاني. اعذروني والله انا ما قادرة اتكلم خالص فعلا، مكنتش اصلا لو انا مش منزلة فيديوهات بقالي كام يوم، انا مش منزلة غير من يوم الاثنين تقريبا، فلو انا مش منزلة ما كنتش والله نزلت حاجة النهاردة، بس يعني كده غبت في القناة. وايه ده طبق سفيان القمر، وقعوا كسروا طبق البطاطا اللي هو لسه مسخنه لهم منه، يلا فداهم. حطينا الشاشة هنا. حلوة يا رينو هنا. ماشي يا رينو. اتفرجوا على ايه؟ كرتون. والولاد كانوا قاعدين ومبسوطين بالقعدة دي، والفيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم.